السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشركم بروكا. اليوم رجعت بفيديو جديد غنخدمو هذا الموديل هذا اللي كتشوفوه لتحت على الشاشة. غادي نفصلوه وغادي نخيطوه. كبداية كنحتاجو ل3 متر ديال الثوب. هنايا الثوب كان عندي مكمش واحد شوية، ما رضيتش ليه البال صراحة، بديت كنفصل. عموما واخا هكاك يعني حاولت نتعامل معاه مزيان. اول حاجة كانت الثوب على 4. كيف ما كتعرفوا انا ديما كنتني الثوب على ظهره باش كنطراسي فوق منه بالستيلو، ولا باش ما كيشكلش ليا شي مشكل. مهم كنديرو الثوب على 4. من بعد كنبداو من الاول. كيف ما كتشوفوا هاد الكسوة فيها طبقات، فيها بزاف ديال الطروفة ملاصقين. مهم كنبداو الكتاف، كنعبرو الكتاف. هنايا كان عندي الكتاف 40، يعني كنقسمها على 2 كتعطيني 20. كنحاول نرسم الباتروناج هنايا فوق الثوب بدون استعمال الورق ديال الباتروناج هذا. هاد الكسوة فصلتها بلا باتروناج. هنايا تنهبط باش ندير دورة تركيز. هذا هو الخط الأفقي ديال الصدر. كان عندي هنايا 24 سنتيم اللي هو ربع دورة الصدر، يعني الدورة كاملة تنقسموها على 4. ممكن ترجعوا الفيديوهات قدام فين كاين توضيح مزيان ديال الباترون. كاين درس كامل حول رسم الباتروناج في الفيديوهات السابقة. هنايا كنعبر نصف الطول. هاد نصف الطول اللي هو تيتعبر، يعني اللي هو تنعبروه على السيدة من الكتاف حتى للنص. هنايا كان عندي العبار 22 سنتيم. هنايا كان نشرك النقطة ديال الصدر مع ديال النص. سمحوا لي ما صبتش باش نطراسي باش يبان ليكم، كنطراسي غير بواحد الملون احمر. هنايا درت دورة الخصر كقاعدة. كنهبطو من النص للصدر ب 18 سنتيم بالنسبة للكبار. هي انا ما غاديش يعني ما غاديش نوصل ليها، ما غاديش نحتاجها، ولكن درتها باش تعطيني شوية الفصالة ديال الإيفازي من النص لتحت. نتوما غادي تشوفوها غنقطع قبل منها. بالنسبة لدورة الخصر راه الدورة كاملة كنقسموها على 4 باش كنخرجوا الربع ديال الباتروناج. هاد العبار هذا تا هو تناخدوه على السيدة كأول قطعة. يعني شوف هي فين بغات اول قطعة، يعني من الكتاف لتحت، يعني واش بغات لحدا الركبة عاد تبدا اول قطعة. هنا كان لا، هنا كان تحت النص واحد شوية. كيف ما قلت لكم ما احتاجيتش هذاك الخط ديال دورة الخصر لانني قطعت قبل منه. غادي ندوزو بالمقص. هنايا الدورة ديال الكول، هذه دورة ديال التركيز. انا كنخلي ديما 2 سنتيم ديال الزيادة في الجانب. كيف ما كتشوفوا هذا هو الجزء الاول ديال هاد الكسوة. هنايا حيت واحد الجهة اللي هي غادي تكون الظهر، وهنايا غادي ندير دورة العنق. هنايا درت الكول في. هانتوما غادي تشوفوه معايا. انا درتو عيني ميزاني، تقدروا نتوما تعبروه. العبار اللي كيجي زوين تقريبا 14 سنتيم.
هنايا عبرت يعني الطروفة غادي ندير 3 ديال الطروفة من التحت، 3 تقطيعات، يعني كل وحدة فيها 30 سنتيم. دابا عبرت 30 سنتيم وقطعت الجزء الأول. غادي ندير قدو في العبار كيف ما كتشوفوه، زيت وقطعت عليه، فهذا الجزء الثاني. وكنحافظ على الثوب متني باش كيجيني ساهل. وهذا الجزء الثالث اللي غادي ندير منه 2 مرات. غادي تفهموني. هنا غادي نكتب رقم 1 كيف ما كتشوفوا. رقم 1 هو اللي غادي يلصق في الكسوة في الجزء الأول. هذا الجزء الثاني، وهادو كما كتشوفوا 2 مضوبلين. رقم 3 باش تجيني الكسوة من التحت شوية واسعة وتعطيني فين نقدر ندير هادوك لي بلي. نتمنى الشرح ديالي يكون واضح. غادي ندوز دابا باش نفصل الكم. بالنسبة للكم الثوب هنايا عندي على 2، كنعاود نتنيه على 4. كنتنيه يعني غير شوية. هنا الكم غادي ندير دورة تركيز واحد شوية. الدورة ديال الكم كبيرة على دورة التركيز بواحد شوية، يعني بواحد 2 سنتيم، باش ندير واحد البليات عند الكتف. هذه هي عبرت خلاص على الكسوة اللي كنت فصلت كيف ما كتشوفوا. عبرت دورة التركيز، وهنايا غادي نديرها. غادي ندير الدورة شوية. اللي بغى يشوف طريقة التفصيل يقدر يرجع لفيديو سابق، عندي طريقة تفصيل الكم وطريقة عمل الباتروناج ديال الكم. هنايا عندي الكم 56 سنتيم، انا درت هنايا 60 سنتيم. 4 سنتيم غادي نديرها ديال لاستيك، خليتها هنايا ديال لاستيك كيف ما كتشوفوا. خليت الكم شوية واسع باش غادي نجمعو بلاستيك. دابا غادي ندوز معاكم باش نفصل تبطين ديال العنق. ديال العنق اللي درت كيف ما كتشوفوا. هاد الجهة هي اللي في غادي نتنيها على 2. هذيك الكسوة اللي فصلت ودرت ليها العنق في غادي نتنيها على 2، وغادي نحطو فوق هاد الثوب اللي بدورو متني على 2 ومن الجهة اللي مسدودة كان غادي نحطو هكا فوقو كيف ما كتشوفوا بهاد الطريقة. بالنسبة لهنا الكول خصو يكون فيه 8 سنتيم. هذاك العبار اللي كنشد هي دورة الكول، دورة العنق من الخلف من الظهر. او نقدر ندير هاد الطريقة. غادي نتني الظهر ديال الكسوة هو بهاد الطريقة، وغادي نحطو هو بهذه الطريقة كيف ما كتشوفوا. وممكن حتى نخيط الكسوة ونجمع الكتاف عاد ندير هاد الطريقة كيف ما كتشوفوا هكا. وغادي نخلي واحد 3 سنتيم او 4 وغادي ندور معاه بالتقطاع كيف ما كتشوفوا. راه الفيديو شارح نفسه. وهكا غادي نحصل على هذاك التبطين اللي كيكون عند دورة العنق اللي كيكون لداخل. ودابا كنكون ساليت الفصاله. غادي ندوز كيفاش غادي نخيط هاد الكسوه. اول حاجه هاد الخياطه الاولى عاديه، خيطتها لصقت الطرف مع الطرف عادي.
من بعد ما قمت بالاجزاء كلها سرجيتها. هنايا غادي نوريكم هذا هذا الجزء آه الثاني غادي يلصق في الجزء الاول بلي بواحد البليات. غادي نوريكم جوج طريقات باش نديرو البليات، حيت هادو ماشي بليات كيكونوا مرتبين وحده ورا وحده، كيكونوا سميتهم حنا تنقولوا لهم بالدارجه ديالنا التكريش. الطريقه الاولى هي انني كندير الغرزه ديال الماكينه اكبر غرزه كاينه كيف ما كتشوفوا، وكنخيط كنخلي واحد السنتيم وكنخيط خياطه عاديه. سمحوا لي هنا كنسالى ليا الخيط، غادي نعاودها. كيف ما قلت اكبر غرزه عندي في الماكينه وكنخيط كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. كنخلي سنتيم بطبيعه الحال وكنخيط هذاك الجزء اللي غادي يلصق في الجزء الاول. هذا هو الجزء الثاني ديال الكسوه. دابا غادي ندوز باش تشوفوا معايا كيفاش غادي ندير لهادوك لي بلي. غادي نشد هذاك الطرف اللي خيط هذيك الخياطه، غادي نجي للخيط اللي كاين الاسفل، يعني الخيط ديال الفار، ماشي الخيط اللي كيكون في الابره، الخيط اللي كيكون لتحت، الخيط اللي كيكون في الكانيط. ما عرف شنو كتسميوه نتوما. الخيط اللي كيكون من الاسفل هو اللي تنجرو، تنجبدو هكا معكم تنجرو، وكنبقى نجر فيه شويه بشويه وغير بشويه باش ما يتقطعش ليا. كيتجر بكل سهوله حيت الغرزه ديال الماكينه كتكون اكبر رقم عندنا، فكيتجر بكل سهوله. كيف ما كتشوفوا كنحصل على هاد لي بلي اللي صغيورين. هانتوما كتشوفوهم. كنحصل على هاد لي بلي اللي صغيورين، وكان بالنسبه هنايا انا بغيت السورجي يكون خارج، يعني يكون خارج تيبان فوق الكسوه. كنخلي سنتيم من الثوب لتحت يعني باش نقدر نخيطه، وكنبقى غاده معاه شويه بشويه، وانا تنصاوب في هذوك لي بلي بايدي هكا وتنصاوب فيهم. هذوك لي بلي بطبيعه الحال داروا مني جريت انا هذاك الخيط التحتاني، الخيط ديال اللي كيكون داير على الكانيط لتحت كما كتشوفوا. ومره مره تنجرو وكنحاول نوزع هذوك لي بلي على هذاك الجزء كامل، وبطبيعه الحال كنخيط شويه وكنعبر، حيت هذا الطرف اللي فيه لي بلي اكبر من الجزء الاول، اكبر من الطرف الاول، يعني كندير ليه هاد البلي ومره مره يعني انا غادا كنخيط شويه بشويه وكنعبر. خاصو يجيني قدو ندير ليه البلي باش يولي نفسه في العبار. ما نتوما كيف ما كتشوفوا معايا. نتوما ديما تنعبر وتنوزع هادوك لي بلي. بالنسبه للمبتدئات ممكن تستعمل لي زيبانغل او تخيط بالخيط والابره في الاول وعاد دوز تخيطها بالماكينه، او ممكن تستعمل كيف ما قلت البراوات باش تثبتهم او لي زيبانغل. كما كتشوفوا بهذه الطريقه كنوزع هذوك لي بلي للجزء كامل. ومن الأحسن للمبتدئين أنهم يخيطوه بالخيط والإبرة وعاد يرجعوا يخيطوه بالماكينة. فهاد الطريقة سهلة، الطريقة هذه اللي كتخيطوا الخياطة الأولى راه كتكون سهلة، ما تخافوش منها نهائيا. وضروري ضروري ننتبهوا للثوب الأسفل، خاص ضروري تخيط، ضروري ننتبهوا أنه تيتخيط معانا باش ما تجيناش ما نبقاوش نعاودوا الخياطة.
هنايا كان الخيط سالا ليا وعاودته. هانتوما كما كتشوفوا في الاخر كنحصل على يعني هذاك الطرف كنبقى ندير ليه في البليات حتى كيرجع قد الاخر، قد الاول كما كتشوف. بالنسبه لهذاك الخط اللي درت الخياطه الاولى اللي درت باش جريتها وعطاتني هاد البليات، ممكن نحيدها دابا كيف ما كتشوفوا. غنرجع ليها وغادي نحيدها. كنهضر على الخياطه الاولى اللي درت بالغرزات اللي واسعين، اللي من خلالها تمكنت انني ندير هاد لي بلي صغيورين. هانتوما كتشوفوا حيدتها، خليت غير الخياطه الاساسيه. كنتمنى يكون الشرح واضح بالنسبه لكم. دابا غادي ندوزو باش نلصقوا الجزء الاخير ديال الكسوه اللي بدوره حتى هو كبير على هذا الجزء الاول الثاني عفوا. حتى هو كبير بزاف على هذا الجزء، وتا هو غادي ندير فيه لي بلي. ممكن تستعملوا الطريقه اللي وريتكم، ممكن غادي ديروا الناس اللي متمكنين شويه من الماكينه تقدروا ديروها الطريقه اللي شويه بالنسبه للمبتدئين شويه صعيبه. ما غاديش نخيط هذيك الخياطه، هذه طريقه تانية ممكن تستعملوها. غادي نبدا ديريكتومون، غادي نبدا نخيط فيه كيف ما كتشوفوا. غادي نبدا، وهادوك لي بلي غادي نديرهم غير بايديا، يعني غير شويه بشويه بهاد الطريقه. غادي تشوفوا معايا شويه شتو كندفع شويه الثوب، كندفع شويه الثوب لجهه الصباط، هكا الصباط ديال الماكينه، وتنخيط شويه بشويه بليات غير صغيورين باش ما يجيوني فحال اللي مكرشين. كيف ما كتشوفوا الطريقه راه باينه في الفيديو. الفيديو راه شارح نفسه. نتمنى يعني تستافدوا من هذا الدرس هذا ديال هذه الكسوة، ونتمنى تطبقوه. فهاد الكسوة كانت زوينة بزاف صراحة، جات زوينة وهاد الموديل راه دارج بزاف وخدمت فيه بزاف، تيجي زوين في اللبسة. هانتوما كيف ما كتشوفوا. وفي نفس الوقت يعني خاصني نجيب العبار هو هذاك، يعني شويه بشويه كندير هاد لي بلي وكنرجع نعبر هذاك الطروفه اللي بقاولي. خاصني ضروري هادوك البلي نوزعهم على الجزء كامل، يعني ماشي جهه ندير فيها لي بلي وجهه ما يشيطش ليا الثوب تجيني بلا لي بلي. هنا مني كملتهم شوفوا كيف جاو. نتمنى تكون عجبكم. غادي نكمل الكسوه غادي نخليها لكم. شكرا للمتابعه.